مدينة الدار البيضاء اليوم واستقبال لهذا الحدث. دخول جميل وفيها مباراة عالمية وبونو الحاضر توثق لبيع في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات والجماهير بأصوات تصدح في المدرجات. مباراة هذه جماهير الوداد يسار يدخل فريق الوداد بالاسماء الرسميه الاتيه في حرس المرمى. بادئ بن عبيد في حرس المرمى، باقي اللاعبين 7. وبهذه الصوره وبهذه التعابير هذا هو جمهور الوداد، هذا هو جمهور الوداد الذي يبدع صور رائعه لجمهور لطالما كان من الجماهير التي قدمت نفسها بصوره جميله لكل محبي كره القدم. نعم مهمه، ولهذه الصور ايضا التي نشاهد في المدرجات ما أروعها صور، ما أشبهها صور. التشكيل الذي ياتي من جانب فريق اف سي في هذه المباراه قبل انطلاقه هذا الموعد. وهذه الجماهير حاضره، نعم الجماهير المغربيه والجماهير الوداديه التي تتالق. وهنا يظهر محمد امين بن هاشم الذي يقود الوداد وينتظر منه ان تكون المشاركه رائعه جدا. ايضا رفقه فريق الوداد الرياضي في كاس العالم للانديه، لما لا؟ لانه فعلا موعد هام وموعد كبير. الجماهير قبل انطلاقة المباراة بأصوات لا تهدأ لا تسكت لا تمل. أيها السيدات والسادة مشاهدينا في كل مكان، لمن يلتحق بنا في هذا الوقت بالذات، أنتم على موعد مع ضربة البداية لفريق الوداد الرياضي ضد فريق اف سي في. اللقاء الذي سينطلق بعد لحظات، والبداية في هذا اللقاء وطموح في هذا اللقاء من أجل إظهار واحدة من المباريات الإعدادية أمام الاحتكاك مع كرة القدم الأوروبية وخاصة الإسبانية التي لها صدى كبير وواسع. ونحن نتحدث عن واحد من خيرة الفرق على المستوى الإسباني، وسنتحدث عنه بالتفصيل من خلال التحضير الذي قمنا به لإطار هذا اللقاء. ضربة البداية هذا هو المركب الرياضي محمد الخامس، وهذه هي الأجواء. 13 ابريل 1992 نشوفوا هذه الكره بكيفيه داخل منطقه الجزاء. محاوله للوداد، فرصه تسديد كترجع من جديد صوب موفي كينزل الكره ديالو مالي فالفاد يحاول يسدد، ضائعه رجعت مره اخرى لصالح فريق الوداد ومخالفه. لاحظوا هنا التعامل مع هذه الطريقه في الخطا الامامي فريق اشبيليه. يمكن نقول بانه مرتبك على مستوى الخطا الدفاعي الان. وهي محاوله من رايحي يرفع داخل منطقه الجزاء، تغطيه ديال الدفاع غير تماما الجهه اليمنى، محاوله ديال التمرير في العمق داخل منطقه الجزاء، لا تسديده فوق المرمى ديال مهدي بن عبيد. اول تسديده لفريق اشبيليه في مقابله ديال اليوم. لاحظوا الطريقه اللي جات من خلالها تي بهذا الشكل خارج منطقه الجزاء والاعتماد على التسديد المباشر. يلعب هذه الكره تشيدرا يختار على الجهه اليمنى، تحضير بهذه الكيفيه، محاوله لاشبيليه داخل منطقه الجزاء ومباشره صوب الحارس مهدي بن عبيد. ايوب بوشتا وامامه كنشوفوا التواجد ديال الريحي ممتاز. ايوب بوشتا كره عمليه هجوميه الجهه اليسرى، اوبينغ الانسلال، محاوله الاختراق وخروج الحارس. خطا واضح لانه اوبينغ حاول انه يمشي الكره. اذا نتمنوا ما تكونش شي اصابه مؤثره في الوقت اللي كنشوفوا هنا. الوصول الكره اولا من جانب ايوب بوشتا والعمليه ديالو كيفاش انه تمكن من
خطف هذه الكره بسرعه، ثم هنا دخول لاحظوا تدخل ديال الحارس. والكلمه الان للجماهير الوداديه في المدرجات. نتابع. الوداد الرياضي من الجهه اليسرى رايحي كيحاول ينطلق بالكره ديالو، محاوله بهذه الكيفيه. لاحظوا هنا الاختراق، دخول داخل منطقه الجزاء، عمليه ديال البحث للحصول على الكره في منطقه الجزاء. الجهه اليمنى كينطلق سيف الدين بورا، موفي وزمراوي الكره داخل منطقه الجزاء، محاوله فرصه شبيله. الوقت اللي كان بامكانه انه يسدد فالموفي جاته فرصه مواتيه. كيفية تمريرة في العمق، قام بتمريرة عوض تسديد. هذه الفكرة اللي جات من فهد موفي، كيف يتفاعل معها. هو الوصفة 5 ديال المرات، 2010 2016 2018 2020 2023. كرة من الجهة اليسرى لفريق الوداد، عملية هجومية، اختراق داخل منطقة الجزاء، ولكن تغطية ديال الدفاع تحول دون استثمار هذه الكرة من جانب الزمراوي. كرة في الركنية للوداد الذي يضغط الآن. رايحي رجعت للخلف، محاولة للعب هذه الكرة في العمق، تمريرة ولكن تغطية دفاعية. كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء وتدخل ديال الحارس فرنانديز. هدوء في تمريرات بين اللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي. الان عمليه هجوميه من جديد، تنفذ داخل منطقه الجزاء، اوبانغ يحصل الكره، فرصه تسديده، لعبها بشكل فني، حاول انه يوقف الكره ديالو داخل منطقه الجزاء ويسدد. كان قريب اوبانغ باش انه يستثمر هذه التمريره جات من الرايحي، ولكن الدفاع تدخل اللي جاء بهذه الكيفيه وبالضبط من جانب اللاعب الاسباني خواكين مارتينيز. ضربه خطا، كره ثابته لاشبيليا، تنفذ داخل منطقه الجزاء، راسيه، ابعاد للخطر، راسيه ماضيه ولكن مشات بعيد على مانويل بونو. من جديد اختراق، دخول داخل منطقه الجزاء، صعيبه هذه، محاوله صعيبه ومباشره تغطيه دفاعيه. هذا جودي، هذا اللاعب البلجيكي، اللاعب لوكي باكيو كاردولي اللي كان قريب من استثمار هذه الكره. كره في الركنيه تنفذ داخل منطقه الجزاء، والنادي بن عبيد تقدير جيد سليم يبعد الكره. لاحظوا كيفيه التعامل مع هذه الكره من جانب مهدي بن عبيد، اللي بعد الكره ديالو مشات مباشره خارج منطقه الجزاء، وهذه التسديده القويه ديال التغطيه الدفاعيه. بدايه عند الضغط مع الفئه السنديه، لكن السرعه على مغير وجهه لهذه الفرقه الاخرى. هذه صعيبه، كره ممتازه من الدفاع، ينقذ الموقف جمال حركاس. لاحظوا الطريقه اللي جات من خلالها الاعداد من الجهه اليمنى، تسديده ثم جمال حركاس في المكان المناسب، كيبعد التسديده القويه اللي جات من اقدام اللاعب الاسباني البرتو كولادو لوبيز. حركاس تمكن من ابعاد هذه مهدي بن عبيد. تنفذ داخل منطقة الجزاء، رأسية صعيبة، إبعاد الخطورة مطلوب الآن من الدفاع، ولكن تحضير إنزال الكرة بهدوء بالجانب النيجيري من تشيريرا.
النيجيري يمر يخترق يدخل داخل منطقه الجزاء. تمريره خطيره ولكن في اخر المطاف الدفاع يبعد الخطر للتسجيل. بهذه الصوره العلويه وبهذه النتيجه اودعكم. محمد عدل يحييكم. القاكم ان شاء الله مع انطلاقه الجوله الثانيه. ان تحضر اليوم الدخول الرسمي الى رقعه الملعب لنوردين أمرابط الذي يحظى بتصفيقات بتشجيعات هذه الجماهير التي تراقبه وتواكبه وتدعمه قبل المحفل العالمي وايضا حضوره في المغرب هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس بقميص فريق الوداد الرياضي. حمل اسم اسطوره كذا كتبت كذا عنونت في الوقت اللي نشوفوا هنا كره تعود مره اخرى عند المهدي. حاول ديال اخراج الكره خطا على مستوى التغطيه مهدي بن عبيد. والهدف الاول شفنا الطريقه اللي جات من خلال الكره الماضيه سقوط ديال مهدي بن عبيد. لاحظنا حتى الانسلال بهذا الشكل مهدي بن عبيد. اذا السقوط ديالو على رقعه الملعب فريق اشبيليه تسجيل الهدف. إعادة الكرة صوب مهدي بن عبيد متمكنش من تغطية كورته. بعد ذلك كيتم التسجيل. المسجل كيف كنتابعوا مشاهدينا اللاعب جيرا فرنانديز كاستيانو. مهدي بن عبيد ما تمكنش من الوصول للكرة. شنو الطريقة اللي جات من خلالها هذه العملية هذه الكرة. سقوط ديال مهدي بن عبيد في رقعة الملعب في الوقت اللي كنشوفوا الاحتفالية ديال اللاعب البديل اللي دخل منذ لحظات جيرا فرنانديز كاستيانو. صرامة تكتيكية بالجدار ولاعب كرة تنفذ بهذه الكيفية تصطدم بالجدار وتعود زمراوي. تمرير ديال يصنع المبارك. مبارك شوف نفسه في الوضعية ديال التسلل. الشيء اللي خلى انه ترك الكرة. كاين خطأ كاين تدخل ديال اللاعب البديل. كرة ثابتة لصالح فريق الوداد تنفذ. رايحي كرفع كرة والحارس الفارو فرنانديز يتمكن من ايقاف هذه العملية. ما اروع الجمهور في هذه الامسية في هذه الليلة وفي هذه الاحتفالية. ودية الوداد اشبيلية. الوداد من يضغط. الوداد من يريد تسجيل الهدف. الرايحي يتقدم يسدد وتصطدم بالجدار. كاين لمسة يده. الحكم كيشوف بانه زمراوي الذي ابان على مؤهلات رائعه جدا في الوقت اللي كنشوفوا هنا الكره. لاحظوا اليدين ديال اللاعب ديال اشبيليه مع الفتح تألق مع الجيش ايضا كان عنده حضور. وزن كره تنفذ صوب الحارس مباشره يتمكن منها مهدي بن عبيد. انريكي يسعد للدخول. كره من جديد لصالح فريق الوداد. رايه مرفوعه من الحكم المساعد والرايحي حباب البراعه. شوفوا هنا اللقطه. شوفوا هنا العمليه الهجوميه. ضربه خطا. كره تنفذ داخل منطقه الجزاء ولكن بعيده. مبارك رجع للخلف. ايمن ديراني يختارها الجهه اليمنى. اعتماد على الانسلالات من الاطراف. حل من الحلول بامكانه انه يجي كريستوفر لورش ينطلق تسديده. كان بامكانه يمرر ولكن اختار تسديد. خيار من الخيارات. اختار انه يكون سباق نحو المرمى. لاحظوا ضربة مرمى للوصول الى المرمى. كرة من مهدي مبارك. عملية هجومية بهذه الكيفية. الاختراق الدخول داخل منطقة الجزاء. فرصة الهدف. كرة كان بإمكانها أن تكون من موليمو صوب الشباك. انطلق وسط مجموعة من اللاعبين. كان يبحث عن الحل. كان يبحث عن السبيل من أجل تسجيل. سليماني موليمو 19 سنة فقط. دولي تنزاني في مناسبتين اثنتين. كرة بيده كيف تمريرة
الجهه او اماميه الجهه اليمنى، محاوله ديال الانسلال تزال امرابط ما خرجاتش، كيتمكن بالكره ديالو امرابط، اختراق تمريره عرضيه، فرصه راسيه، البحث عن تسديد، ضاعت فرصه مواجهه كتمشي عند اللاعب مهدي مبارك عند كريستوفر كيدخل بالكره ديالو داخل منطقه الجزاء، سديده لانه امامه شات تغران لاعب حاول يمشي مع ايوب بوشاش اللي خلى انه كريستوفر يطمع في هذا الانسداد. لاحظوا مشى مع ايوب بوشاش اللي خلى انه ايدات الملاعب المستضيفه تم الحسم بها فيها كره بابيه، محاوله داخل منطقه الجزاء ومباشره الى خارج وقت الملعب بالدار البيضاء. معطيات ايضا تحضر من خلال هذه الركنيه، كره ممتازه داخل منطقه الجزاء راسيه ومباشره الى خارج رقعه الملعب. اليوم ابدع الجمهور، اليوم ابدع هذا الحضور، واليوم نشوفوا محاولات الكره الثانيه. ضغط اندريا بيدروتسا خذا بطاقه صفراء. شوفوا لا كره داخل منطقه الجزاء، تقف كيف يشد. يعني نشوفوا الاعاده، عمليه الانسلال. شوفوا هنا وضع وليد الركراكي، ضربة خطأ، كرة تلفت صوب الحارس، تسديدة قوية صوب الحارس مباشرة، تغطية من جانب قادم سيطمح من خلاله فريق الوداد الرياضي. خطر من الدفاع من اشبيليا، كرة عند بوشا، تمريرة عرضية، فرصة رأسية ولكن إلى الناقل سليمان مبارك. أيوب بوشا آخر دقيقتين على نهاية هذه المقابلة، كرة من جديد من أيوب بوشا، يرفع داخل منطقة الجزاء الرأسية ولكن تعود لإشبيليا لإبعاد الخطر. بوشا أخذ ورد، اختار التمريرة، إشراك لاعب بيدرو، كرة داخل منطقة الجزاء، حاول مرور بهذه الكيفية بهذه البراعة ولكن يظهر على أنها لم تكن كافية من موليبو. تسديدة لورش كريستوفر في الأنفاس الأخيرة، تأتي الفرصة، تأتي العملية الهجومية والثواني الأخيرة على نهاية هذه المباراة. أيوب بوشا يرفع لكرة داخل منطقة الجزاء للقائم التالي، تحضير موليمو، سدد، كرة ممتازة مرت بجانب القائم الأيمن للحارس ألفارو، للحارس فرنانديز، كادت أن تكون في الشباك. حظ عاثر للوداد في هذه العملية الهجومية، وهذه بالتحديد لاحظوا كيف مرت بجانب القائم الأيمن للحارس ألفارو فرنانديز. مباراة تسير نحو النهاية، كرة في خط أيمن ديراني، وفي هذه اللحظات يعلن الحكم كريم صبري على نهاية هذه المقابلة الودية الإعدادية أمام تصفيقات الجماهير. المقابلة اللي انتهت بهدف ديال اللاعب كاسيانو، خطأ على مستوى التغطية الدفاعية. مباراة ودية إعدادية، الوداد